ايش اللي يخلي النصر في 3 مباريات يقدم مستوى كان ملفت جدا مع جوستافو، اللي كانت مباراة الرائد والاتحاد الباطن؟ لا مش الباطن، 3 مباريات ورا بعض لعبها النصر كانت ممتازة جدا. بعدين بدون مقدمات حدث انهيار فني كبير، الباطن، القادسية، الفيصلي. شوف، هي ترى يعني في حاجات، في تفاصيل. يعني كان اجيب لك كمثال، فاز النصر على الرائد، وبعدين يعني يا خير يا طير انك انت تفوز على الرائد، هذا من ابجديات كرة القدم انك انت تفوز على الرائد بالنسبة لكفريق الفريق مثل النصر. انا اتصور انا ما اتكلم عن فوز يا ابو حامد، ما اتكلم عن فوز 1 فوز 2 فوز حتى 5 مو مشكلة. نوعية تناقل الكورة للنصراويين في هذيك ال3 مباريات كانت ملفتة. اي انا بقول لك يعني اللعب والاداء امام الرائد وامام جميل الاتحاد كان في اداء عظيم. انا اول ما بديت ايش قلت لك؟ النصر على مستوى اللاعبين السعوديين في فريق، لكن هالفريق هذا فيه عنده مشكلة. هالمشكلة هذه ما يعرف مفتاحها الا إدارة النادي. في مشكلة كبيرة. انا على فكرة انا من الناس اللي انا اشوف ان هذا المدرب جيد، وطبعي انا اساسا ما احب تغيير المدربين، ولا احب اني انا اخلي المدرب شماعة الاخطاء. شماعة الاخطاء في النهاية هي إدارة النادي. يعني مثل ما انا دائما اقول يا ترى يا الاتفاق، يا نادي الاتفاق، ترى مشكلتكم مو في المدرب، ترى مشكلتكم في الراس اللي هو الهرم الاداري اللي قاعد يدير النادي. اللي يدير النادي هو اللي قاعد يسبب لكم مشاكل، مو قادر يحط الحرة كلها في المدرب، كل شوي يشيلها المدرب. نفس الشيء بالنسبة لنادي النصر. القصة مش قصة مدربين بقدر ما ان القصة انت اساسا وش اختياراتك. ان جبت مدرب فاشل من البداية مثل ما جابوا مع البرازيلي، مدرب مريض، وتجيبه يدرب الفريق، وفي النهاية اروح امشيه اخسر. يعني انا رحت اعيد من جديد العمل، يعني بداية من الصفر. لذلك انا اشوف ان ادارة نادي النصر تخطئ في حق فريقها، يعني ما تعطي احترام للفريق. ما يا اخي انت اذا انت بتغيب كمثال، عندك ظروف ما تقدر انك انت تجي للنادي، اما انك مسافر ولا انك والله مريض ولا لاي سبب، يا اخي جيب اداري مشرف عام على الفريق يكون له يعني مثل ما كانت تفعل الفرق يعني اللي عليها الكلام، صح ولا لا؟ جيب مشرف عام على الفريق يستطيع أن يتحمل المسؤولية ويدير الفريق بالشكل الصحيح. الفريق مع كل الاحترام ترى سيبه. يا أخي أنت تشوف الطرد اللي قاعد يصير كل شوي وبطاقات حمراء أحيانا للفريق، هذه كلها تدل على إيش؟ تدل على أن هناك فوضى إدارية تنعكس على سلوكيات اللاعبين في أرض الملعب. في لاعبين فقدوا قيمتهم الفنية من خلال يعني تم استهلاكهم، مو بقادرين انهم يقدمون حاجة على أرض الملعب. السهلاوي لو تشوف انت في المباريات اللي راحت لا تنظر للهدف اللي قاعد يسجله، لكنه قاعد يبحث عن نفسه لفتره طويله. هذه كلها اشكاليه كبيره. احنا يعني في بعض اللاعبين مثل ما انا تكلمت الاسبوع اللي راح، قلت نواف العابد انا بحاجزه لكاس العالم يجب علينا نهتم فيه. نفس الشيء السهلاوي، مثل ما قلت ايضا على نايف هزازي احنا بحاجته ويجب علينا نهتم فيه. نفس الشيء بالنسبه للسهلاوي، احنا يجب علينا نهتم فيه لان مقبلين على مرحله صعبه جدا اللي هتكلم عن كاس العالم. لذلك في عندي قناعة تامة هذه اللي أنا مؤمن فيها تماما. أنت محتاج اهتمام بالأندية حتى يكون عندك دوري قوي جدا. اللي قاعد يصير أنا أشوف ما في ذاك، أنا أشوف الوضع في الأهلي مو مشجع، الوضع في النصر مو مشجع، الوضع في الشباب سيء، صح ولا لا؟ أنت قاعد تحكي عن أركان كرة القدم السعودية باستثناء نادي الهلال اللي قاعد يمشي صح. الهلال في كل الأحوال، شفت الهلال ترى في أسوأ حالاته أفضل من الأندية. الهلال في أسوأ حالاته، والهلاليين كانوا زعلانين ترى على مباراة الفتح، ولا لومهم، لأن السقف العالي عندهم عالي جدا، سقف الطموحات عالي جدا. وهذا أنا أسميها نموذج ومدرسة، انك انت المفروض انك انت يكون ولا يمنع من الانديه هذه ان يشوفون نادي الهلال نموذج في كيفيه التعامل مع الاحداث. ومهما تكن الانكسارات كبيرة، شوف مهما تكن الانكسارات كبيرة، والهلال انكساراته خارجيا قوية جدا ومؤلمة وتكسر الظهر، لكنه يرجع يعود على مستوى الدوري المحلي ويراهن. لذلك أنا أشوف النصر، الرسالة الأخيرة لإدارة نادي النصر، إذا لم تكن عندكم القدرة على أنكم توفرون الأجواء اللازمة ليكون بيئة الفريق جاذبة، ولا ترجلوا وقدموا استقالاتكم.